لفين الكوباية نشرب ياسين يا ولدي. حاضر. الحمد لله. الحمد لله. الله ينور عليك ياسين يا ولدي. ايوه كده، احمد ربنا على طول، عشان كل ما تحمد ربنا على النعمة يزيدك من نعمه. الحمد لله على كل حال يابا، لكن بقول لك يابا، ومين علمك سباق اصلا؟ جدك طبعا يا ولدي، كان راجل صنايعي، ايده تتلفف حرير ودماغه دايما حاضرة، ومش علمني الصنعة وبس، لا ده علمني قبل الصنعة الصبر وكيف اتعامل مع الناس. يعني ايه التعامل مع الناس يابا؟ يعني تتعامل مع كل زبون على حسب معاملته معاك، وقد ما تقدر تطول بالك، عشان الصنعة مش مفاتيح وبس يا ولدي. مين؟ ربك بعت رزق من عنده. ايوه مين؟ اهلا يا محمد، تعال اتفضل، تعال يا ولد، تعال تعال. حقنا عم هندي، البيت غرق والطريش اتملى. اهدى يا ولد شوي، مالك؟ تمل عليك. روح يا سينا يا ولدي، اعمل لنا كوبايتين شاي. روح. خير يا محمد يا ولدي، احكي. اخويا بهلول كسر الحنفيه تاني عم هندي. اخوك بهلول المخلول؟ اقصد زي بعض ولدي، لا مؤاخذة، ما تاخذنيش. لا ولا يهمك عم هندي، تعال الحقنا وقت اللي يبارك فيك. لا حول الله. هو اخوك اتجذب على الحنفيات ياك يا ولدي؟ دي ثالث حنفيه يكسرها الشهر ده. لويه ما كسرش غير الحنفيات النحاس، يعني ما خربش غير في الغالي. والله يا عم هندي، معلش. طب حنعمل ايه؟ معلش يا عم هندي، تقلين عليك، شيل معانا في الهم شويه. ولا هم ولا حاجه يا ولدي، بس اهم حاجه لما اروح اتبعد اخوك مني، عشان اخر مره كنت عنديكم كان معاه شلاطه وخدت لي مني شعطتين ورا ظهري. خلاص يا عم هندي، كان مش هتقدر تاجي معي دلوقتي، حتتحطب الحنفيه المكسوره وقت عنا بكره ان شاء الله باذن الله يا محمد يا ولدي. بكره بعد الظهر هجيبكم. ربك عديها بالستر. يلا سلام عليكم. اقعد طب الشاي. مين؟ افتح يا محمد، انا عمك هندي. ايه؟ فين اخوك؟ تعال حابس جوا، تعال اتفضل. اتفضل. تعال يا عم هندي، تعال وراك. تعال 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 اتفضل. ايه؟ حبست اخوك زي ما اتفقنا؟ ولا خدها من قصيرها وروح؟ ايوه يا عم هندي، تعال ما تخافش، اخويا جوا في الاوضه وقافل عليه. طب المحبس مقفول ولا اخوك كسر المحبس كمان؟ المحبس ما بيقفلش، ما انت عارف من المره اللي فاتت يا عم هندي. تعال. هو اخوك ادانا فرصه؟ طب في حنفيه ولا حتروح تجيب لي؟ ما تعال يا عم هندي، انت هتكلمني من خلال الحيطه. تعال هروح اتفالك حنفيه واجي من عند سيد ابو شحات، دقيت حطبه مكان الحنفيه.
طب ابقى هات لي الحنفيه وتعال بسرعه يا ولدي، احسن اخوك يطلع يولع فيها المره دي. لا ما تخافش، قفلت عليه، نبهت عليهم ما حدش يفتح لي. طب روح يا ولدي تعال بسرعه الله يبارك فيك. صباح الهرم يا اخوانا. يا اخوانا يا تفتح الباب، افتح الباب عايز اخش الحمام يا كلاب. مين ده؟ هندي. عواف يا هندي، ايه بتعمل عندك؟ يا وقعتين انت هي اللي طلعك. اللي طلعني جيت في معادي قبل ما بيت يغرق، والله المرة دي ما هسيبك، لحش رقبتك ورقبتك المخنزرة دي. يا ابوي الحقوني يا خالد، الحقوني يا ابوي، الراجل المخبول بلاتي حيموتني. وقعتين كده يا ابوي. انا مخبول، والله ما هسيبك النهارده، لنقتك بالشرشر زي العقرب، جاي تخرب ببيتي يا كلب. طب لو راجل افتح الباب، والله لخرمك النهارده يا نجس. استنى يا بهلول، هي بتعمل بعدين فيك يا اخي. فوق يا اخي، ده عم هندي جاي يصلح الفين انت كسرتها. يا اخي الراجل اللي جوا ده الخاصر وانا مش بحمله. لو مش بتحملني سيبني اروح، وانا مش حاجه تاني، مصاريعي كتير يا اخي. طب لو راجل افتح، وانا بقيت لك الشرشر ده في عينك النهارده. خلاص قلت لك خلي يصلح الحنفيه دي ويروح لحاله. خلاص ماشي، خليه يصلحها ويغور. افتح يا عم هندي، ادينا راقب. لا مش طالع، لفين الحنفيه من تحت الباب احسن يا ولدي، الله يبارك فيك. ماشي يا عم هندي، خد. وقاعد اخوك قاعد ولا مشي؟ خلاص اطلع يا عم هندي، تعالى. واي ده صلحها صح. ازيك يا هندي؟ وين الكيس اللي انت لابسه ده؟ افتكرتك كيس كيماوي. ايوه عشان كده كنت هتصبخني، لو جايب معاك شرشر عشان الشرك الكيس. الله ينشف دمك زي ما نشفت دمي يا بعيد. هتغلط، هخلي الشرشر يلعب بوشك السيجة. معلش يا عم هندي،
الحمد لله اللي جات على كده، وانت مش غريب. ماشي يا عم هندي، شوف لك الفلوس فين كيسك ده. لا هات يا حبيبي، ومن هنا ورايح اعتبروني غريب، العمر مش بعزقه. اخذت المعلوم؟ يلا توكل على الله بكيسك ده، احسن امسح لك الكتاب اللي عليه. ماشي يا عم ابو منجل.